طبعا اللي هشوفها بتشتري الحليب ابو نكهات والدانات اللي عيالي بيدفعوا في الفتفوته الصغننه في دي فلوس قد كده برضه هعضها، خاصة بقى بعد ما جبتلكوا أسرار تصنيعه كطعم وقوام. ومفيش حاجة أحلى ولا أسرع ولا أوفر من كده ترطب على القلب. فيلا بينا. هبتدي معاكم بدانيت كراميل عشان هو المحبب إلى قلبي بصراحة. حلة فاضية وحطي لي فيها نص كوباية سكر. يتكرمل السكر وياخد اللون الحلو ده، ينزلي عليهم ب4 كوبايات حليب. قلبي لحد ما السكر يدوب، وما بين صوابعك كده حطي رشة ملح صغيرة عشان تبرز النكهة، وعشان كمان بتخليه شبه السولتد كراميل كده. معلقتين شوكولاتة بيضة مبشورة كمكون اختياري، بس يا ريت تختاروهم، بيعزز النكهة قوي. واحنا كده ولحد هنا لو بردنا الخليط ده بقى عندنا احلى حليب بالكراميل، يخلي ولادنا اللي ما بيشربوش اللبن يتخنقوا عليه من جماله. بس تعالوا نحوله لاحلى دانيت. والحليب بالكراميل بارد، ما ينفعش هو سخن ابدا عشان ما يكلكعش. بضيف معلقتين نشا ومعلقتين دقيق و4 معالق كبار كريم شانتيه. وما تستغربوش الدقيق والكريم شانتيه عشان هم دول سر القوام المميز اللي هيخليهولنا دانيت مش مجرد مهلبيه. رشه فانيليا وده مكون اختياري، ونقلب كل الجمال ده على البارد لحد ما يدوب، وبعدين نرفعه على النار مع التحريك المستمر ايدنا ما تطلعش منه. واول ما يبتدي يغلي بضيف مكعب زبده واقلب لحد ما الزبده تدوب خالص. واول ما يعمل بابلز كده يبقى هو خلاص كل المكونات استوت، فطفي النار واسيبه يبرد. وبعدين اضربه بالمضرب بالشكل ده، وهو ده السر اللي هيحولهولك من مجرد مهلبيه لكريمه دانيت بطعم وقوام يجننوا، ومن غير مواد حافظه، واوفر بكتير قوي من الفتفوته بتاعت بره. ودي كانت أول نكهة من نكهاته يا سادة. لو حابين تعرفوا ازاي بعمل باقي النكهات شجعوني بكلمة لطيفة زيكم كده في الكومنتات. وفي النهاية خالص أنا عايزة أقولك، بيقول جلال الدين الرومي في واحدة من أجمل مقولاته: أبقي عينيك على النور لتعبر كل هذا الظلام. واعتبريها رسالة. اتمنى لو الافكار اللي قدمتها لكم عجبتكم تعملوا لي لايك وشير، وتسيبوا لي كلمه لطيفه زيكم كده في الكومنتات عشان يوصلكم مني كل جديد. انا شيماء البهي.